أهلا بيكو في فيلم جديد. فيلمنا بيبدأ في بار وبنشوف فرانش وبنعرفه انه هو حارس البار، ووقت ما فرانش بيفطر بتحصل خناقة في المكان، فبيسيب الفطار ويقوم علشان يفصل بينهم وبيطلب منهم يخرجوا من المكان. وبيكون فرانش بيحاول يحل المشكلة من غير عنف، لانه لو ضرب حد صاحب البار هيطرده علشان بعدها يفضلوا يتريقوا عليه. فبيتعصب فرانش لكنه مش بيرضى يضربهم، لحد ما واحد بيحاول يضرب فرانش فبيضربه فرانش وتبتدي الخناقة، وبيفضل يضرب فيهم كلهم. وبنشوف ان فرانش مقاتل قوي جدا، وفي وسط الخناقة بيكسروا المكان كله. وبكده فرانش بيطرد من شغله وبيسيب المكان، لكنه قبل ما بيمشي بيكون في صديق قديم لفرانش موجود في المكان وبيكون شايف كل اللي بيحصل، وبنعرف ان اسمه سو. ولما بيخرجوا من المكان سو بيقول لفرانش انا مبسوط انك سبت الشغل ده، وبياخده علشان يقعدوا في اي مكان. وبيوصلوا المطعم وبيفطروا، وبنعرف ان فرانش وسو اصدقاء وكانوا شغالين مع بعض زمان. وفي يوم وهم بينفذوا عملية حصل عليهم ضرب نار وكل واحد هرب من مكان، ومن وقتها كل واحد مفكر التاني انه مات. وفي الوقت ده فرانش خد عربية سو علشان يهرب بيها، وسو بيسأله انت وديت فين العربية؟ فبيقول له انا بعتها ب$6000. فبيتعصب سو لان العربية كانت غالية جدا، وبعدها بيقول له انا عايزك في مهمة جديدة، وبيعرفوا انهم هياخدوا $70000. وبيقول له ان صديقهم توم ليه فلوس عند ناس ومش عايزين يرجعوها، فهم هيروحوا علشان يرجعوا الفلوس دي، وكل واحد هياخد $70000. على طول بيوافق فرانش وبيتحركوا علشان يروحوا لأول شخص، وبنعرف انها ست اسمها ماتريس. وبنعرف كمان انها ممثلة واتجوزت راجل كبير في السن وكان شغال زعيم مافيا، وبعد ما اتجوزها مات. اشتغلت هي مكانه بس بشخصية وهمية، وبسبب كده بقت غنية جدا. وجت في يوم وقررت تقتل كل افراد العصابة، وفعلا بتعمل كده وبتخلص عليهم كلهم. وبيعرف سو انهم كانوا على علاقة لمدة 3 سنين بس سابوا بعض. وفي نص الطريق بيقف فرانش عند بنزينة علشان سو يشتري شوية طلبات، وبيفضل فرانش مستنيه لكنه بياخد باله من عربية ماشية وراهم من اول الطريق. فبيروح عليهم فرانش وبيسألهم لو محتاجين مساعدة، لكنهم بيشتموه. وبيشوف فرانش معاهم سلاح، ولما بيرجع سو بيعرفوا فرانش اللي حصل. فبيقول له انهم ماشيين وراهم من اول الطريق. فبيقول له فرانش ازاي انا ما خدتش بالي؟ فبيقول له سو انهم ممكن يكونوا رجالة تومي وبيراقبوهم، وبيتحركوا علشان يوصلوا لمكان ماتريس. وبيتكلم سو معاهم وبيطلب منها انها ترجع $160,000 بتوع توم، لكنها بترفض. فبيهددها فرانش وبيقول لها انهم مش هيرجعوا من غير الفلوس. فبيديهم شنطة فيها الفلوس وبتصورهم وهم بياخدوا الفلوس، وبيتأكد سو ان الفلوس تمام، وبياخدوا العربية وبيمشوا. وبيكونوا مستغربين ازاي خدوا منها الفلوس بالسهولة دي. في الوقت ده بيتصل سو بتوم وبيعرفوا انه قدر ياخد الفلوس من ماتريس. فبينبسط توم وبيسأله سو انت في ناس ممشيها ورانا علشان تراقبنا؟ فبيقول له ايوه، وبيطلب منه انه ما يخافش منهم. وتاني يوم بيصحوا الصبح علشان يستعدوا للمهمة التانية، وبياخدوا العربية وبيتحركوا وبيوصلوا للمكان اللي فيه الشخص التاني، وبيلاقوا ان المكان مقفول. وبنعرف ان اللي عايزين ياخدوا منه الفلوس هو صاحب المكان. فبينام سو شوية وبيطلب من فرانش انه يصحيه اول ما المكان يفتح. في الوقت ده بيشوف فرانش الناس اللي ماشيين وراهم، لكنهم المرة دي بيسلموا عليه. وبعدها سو بيصحى وبيعرف فرانش على مهمتهم الجديدة، وبيكون مطلوب منهم انهم يرجعوا $95,000 من مدرب ملاكمة اسمه ستيف. وفعلا بيدخلوا صالة التدريب بتاعة ستيف وبيتعرفوا عليهم وبيطلبوا منه انه يرجع لهم الفلوس، لكن ستيف بيرفض انه يرجع الفلوس، وبيعرفهم انه خد الفلوس دي كرعاية لبطل ملاكمة من الابطال الموجودين عنده، وهو مش ملزم يرجع الفلوس. وبيدخل واحد من لعيبة ستيف وبيكون هو ده اللي الفلوس بتتصرف عليه، وبيعرض عليهم ستيف عرض وبيقول لهم لو حد قدر يضرب البطل ده هيديهم الفلوس اللي هم عايزينها. في الوقت ده بيقرر سو انه هو اللي هيقتله، وبيجهزوا الاتنين وبينزلوا للحلبة، لكنه بيتضرب سو وبيمسح بيه ارض الحلبة. فبيتدخل فرانش وبيقرر انه يلعبه، وفعلا بيستعد فرانش وبينزل للحلبة، لكنه بيتضرب هو كمان لانه مش لعيب ملاكمة. لكنه فجأة بيمسك فرانش دراعه وبيكسره، وبيتدخل ستيف وبيكون معاه سلاح وبيهدد بيه فرانش، لكن سو بيهجم عليه وبيقدر ياخد منه السلاح وبيثبته، وبياخد منه شنطة فيها فلوس وبيرجعوا ليه الزيادة. وبيخرجوا بسرعة من المكان علشان بعدها يستعدوا للمهمة الثالثة، وبتكون المهمة انهم يروحوا لشخص اسمه كريس وياخدوا منه $250,000. وفي وقت ما بيتكلموا مع بعض بيدخلوا الاتنين اللي بيراقبوهم وبيتكلموا معاهم، وفرانش بيسألهم ليه مش انتوا اللي بتنفذوا المهمة
المهمات دي. فبيرد عليه واحد منهم وبيقول له علشان مولي عايزك تنزل نقطة دم قدام كل دولار هتاخده منه. فبيسأله مين مولي؟ فبيقول له في الاخر هتعرف. بعدها بيخرج سو من المكان علشان يتصل بتومي، لكنه بياخد باله ان تومي مخطوف وبيسمع حد بيهدده، وبنعرف ان اللي خطف تومي هو مولي، وبيعرف ان الاتنين اللي ماشيين وراه يبقوا رجالة مولي. بعدها مولي بيكلم سو وبيطلب منه انه يجيب باقي الفلوس وينفذ اخر مهمة علشان يقدر ياخد صديقه توم، وبيقول له انه هيديله نسبة كويسة من الفلوس. في الوقت ده بنعرف ان سو وفرانش قتلوا اخو مولي وهم بينفذوا عملية لصديقهم توم، علشان كده مولي عايز ينتقم منهم كلهم، لان بعد العملية توم قال له ان فرانش وسو ماتوا. بعدها بيوصل سو فرانش عشان ينفذوا اخر عملية ويرجعوا $250,000. ولما بيوصلوا وبيتكلموا مع الراجل بيرفض انه يرجع الفلوس وبيشتم سو وفرانش. في الوقت ده بيتعصب فرانش وبيمسك السلاح ويكون عايز يقتله، وسو بيحاول يهدي صديقه فرانش لكنه بيقول لهم حتى لو قتلتوني مش هتاخدوا الفلوس. المرة دي بيتعصب سو وبيفضل يضربه. بعدها بيهدده انه هيقطع ايده ولسانه ويخليه يتمنى انه يموت. فبيخاف وبيطلب من واحد من رجالته انه يجيب لهم الفلوس، وفعلا بيروح علشان يجيب الفلوس، لكنه بياخد الفلوس وبيهرب بسرعة. لكن فرانش بيشوفه وبيجري وراه وبيقدر يمسكه وبيضربه وبياخد منه الفلوس، وبيرجع لصاحبه سو. وفي الوقت ده بيعرفوا انهم مش شغالين لحساب توم لكنهم شغالين لحساب مولي، ودي فلوس اخوه، لانه بعد ما مات محدش كان راضي يدفع لمولي الفلوس اللي اخوه كان مدينهم بيها. وبيتعصب سو على فرانش لانه كان عارف ومرضيش يعرفه. وهنا بيقول له سو انه عرف لما كلم مولي قبل المهمة الاخيرة، وانه قرر يكمل المهمة من غير ما يعرفه علشان ينقذ توم، لان مولي عايز يقتله. وبيتنرفز فرانش وبيقول له انه توم صديقه هو مش صديق فرانش، وانه ملوش دعوة علشان يتورط في المهمات دي علشان ينقذه. وبعدها بيقول فرانش لسو ان كل واحد معاه $250,000 وانه هياخد نصيبه وكل واحد يمشي من طريق. لكن سو بيرفض وبيحاول يمنعه انه ياخد الفلوس، لكن فرانش بيتعصب وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبتحصل ما بينهم معركة لحد ما بيتعبوا هما الاتنين وبيقعوا على الارض. في الوقت ده بيهجم عليهم رجالة مولي علشان يقتلوهم وياخدوا الفلوس، لكن سو بيقدر يقتلهم وفرانش بيسيب له الفلوس وبيمشي، علشان بعدها يروح سو لبيت مولي عشان ينقذ توم. ولما بيوصل بيطلب من مولي انه يسيب توم لكنه بيرفض، وبيطلب من سو انه يديله الفلوس. ولما تروح واحدة من رجالة مولي علشان تاخد من توم الفلوس بيكون توم شايل بندقية وبيخرجها وبيهدد مولي انه هيقتلها، لكن مولي بيقول له انها ما تهموش وبيخرج رجالة مولي الاسلحة. في الوقت ده بتقدر البنت انها تكهرب سو فبيقع على الارض وبيربطوه جنب توم. وهنا بيقرر توم انه يعترف لمولي ان هو اللي قتل اخوه مش سو ولا فرانش. فبيتعصب مولي وبيقول لتوم انه مش هيقتله وانه هيعذبه لحد ما يتمنى انه يموت، وبيعرفه ان البنت اللي معاه متخصصة في التعذيب، وبتوصل توم في جهاز الكهرباء وبتشحنه. وبعدها بيوصل فرانش وبيكون معاه سلاح وبيفضل يضرب نار على كل الموجودين، وبيكون معاه رجالة ماتريس اللي خدوا منها الفلوس في البداية، وبتحصل ما بينهم معركة كبيرة وبيتقتل توم. لكن سو بيضرب مول بالنار وبياخد فرانش الفلوس وبيهرب، وبيكون معاه سو، ونشوف ماتريس مستنياهم. وبيعرف فرانش انه قرر يتعاون معاها علشان ينقذه، وبتوصل الشرطة فبتاخدهم ماتريس وبيهربوا من المكان. وبعدها بنشوف فرانش وهو جايب عربية لسو بدل اللي هو باعها. وبكده بيكون فيلمنا خلص، وما تنساش تزورنا في القناة هتلاقي ملخصات هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو في فيلم عاوزني ألخصه اكتبه في التعليقات. سلام.